سقط الانفصالي والإعلامي السابق في التلفزة المغربية محمد راضي الليلي في ورطة كبيرة قد تدفع السلطات الفرنسية لتسليمه للسلطات المغربية بسبب الخطوة الخطيرة التي قام بها. وقام الإعلامي الانفصالي المذكور بنشر فيديوهات يقوم من خلالها بتشجيع وتحريض والإشادة بالضربة الإرهابية التي تعرضت لها مدينة سمارة المغربية. وحسب بعض المصادر فإن تشجيعه لمن قام بالعملية الإرهابية التي تعرضت لها مدينة سمارة يستوجب على الدولة المغربية رفع دعوى قضائية لدى السلطات الفرنسية ضده لأنه يشجع على الإرهاب وقتل المدنيين. ويذكر أن محمد راضي الليلي يعيش منذ مدة في فرنسا، حيث دأب على الخروج ليلا في تسجيلات وأشرطة ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ينفث من خلالها سموم العداء للوطن والخيانة للثوابت العليا للمغرب في سلوك ممنهج يصدح بالعمالة لأعداء الوطن ولوحدته الترابية.